السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل هانيين، صحتكم بخير ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد وفلوق جديد مع رسلان. اليوم راني انا وياها يد بيد، عندها طلبيه نتاع طرطه ونتاع مملحات، فاضطريت اني نعاونها. بدينا على 3 نتاع الصباح. بعد ما جربت المملحات مع رسلان كونفيرميت 100% باللي المملحات اصعب من الحلويات. بدينا على 3 كي نقول لكم، جابت لي رسلان الداي، انا كاس وهي كاس، انا كاس وهي كاس، باش نحيو هذاك النعاس ونسهروا على الطلبيه حتى الصباح، لانه ضروري نوجدوها باش مولاتها تجي تديها على 8. المهم واش نقول لكم، شبعنا تاي اللي جابته رسلان. هكاك وقعدنا نعسانين. رسلان من جهه بدات بلا طارت، عاونتها هكا شويه في الكريم شانتي. وجدت الديكور وكلشي، وانايا قلت نستغل الفرصه لابين ما كملت هي لا طارت نروح نوجد لها الحوايج اللي راح نحتاجوهم في المملحات. بديت اول حاجه على الصوص طوماط نتاع البيتزا. استعملت الطريقه اللي ديرها ماما، حكمت البصله قطعتها في شويه زيت وما درتش فيها زيت زيتون، درت جوست الزيت مع الثوم والطماطم. شوفوا انا الطماطم نشتي نقشرها واللوحه معاهم، رسلان عكسي، رسلان تشتي تلوحها طيب معاهم باه تقشرها، ومن بعد حصلتها فيا انايا صباعي كامل حرقتهم لي. المهم بعد ما طابت هذيك الطماطم وحركت يديا معاها باه قشرتها، رحيتها. وشوفوا لي هذوك اليدين المبطبطين راهم يد بيد مع ماماهم. انا اي وحده عندها طفل صغير غير ما تخليش قدامي راني نشبعهم عضان ادم ورونق وجانا مساكنه. كل يوم لازم يديو، ماشي كل يوم، كل دقيقه لازم يديو عضه مساكن. نموت على الولاد الصغار. كيما قلت لكم، وجدت لها قطعت لها الطماطم، غسلت لها السلطه، درت الحوايج هذو، كملت هي لا طارت عجنت العجينه. وانا قلت نستغل الفرصه نروح ننظف الحوايج من فوقها في الدار، نغسل الماعن ونطيب الغداء. اول مره راح نطيب الغداء على 7 نتاع الصباح ربي. خليت الغداء يطيب ونزلت نكمل نعاون رسلان. وشو نقول لكم، حلينا سوبيرات في الدار. حلينا فاست فود وسوبيرات. قفه طالعه قفه هابطه، هذو لي زيبيس، هذه وهذه وهذيك. كما قلت لكم انا طيبت غدايا ونظفت الفوق، وهي نظفت تحت وهلكت الدنيا بالملون الاسود. يديها كحل طبله كحل، شو نقول لكم. حكمتها بالجافيل وليزيز، نظفتها مليح مليح. من بعد انا رحيت لها الدجاج تاع لي زامبرغر وكلشي، عاونتها هكا. انا نوزن كي نقول لكم يد بيد. كانت عندها طلبيه الله يبارك ما شاء الله بزاف كبيره، تما اضطريت اني نعاونها. هنايا تقاسمنا، نص راحت هي توصلوا ونص قعدت انا نكملوا في الدار. بقاو لي زامبرغر، كملت عمرتهم ووجدتهم وعاودت بعثتهم لها. وهذه هي طلبيه وصلت عفوا عند مولاتها، ان شاء الله تكون عجبتها. وان شاء الله مام الولاد يكونوا فرحوا بهذيك لا طارت ويكونوا عجبهم المملحات، لانه هذه الطلبيه كانت مخصصه للتلاميذ. المهم كملت مع رسلان مباشره، طلعت للدار زعما قلت نرقد، لانه ما رقدتش من 3 تاع الصباح وحنا نايضين. وزيد ما رقدتش بكري، عييت تقلبت يمين شمال يمين شمال، وليت قلت نوض ندير البقلاوه وخلاص. وكما قلت لكم اول مره في حياتي رايحه نطيبها، جامي طيبتها من قبل وكنت نخافها ونقول مستحيل راح تنجح لي. لاباط اذا شفيتو كنت درتها مع نهار من قبل، والنهار هذا وجدت الحشو وقلت نخدمها ونطيبها في نفس الوقت. المهم انا هنا حطيت السمن يذوب راح نحتاجو باش من بعد نشرب به البقلاوه نتاعي. الحشو راه واجد قاضي حاجه، راح نكتب لكم المقادير نتاع الحشو. اذا تحبوا يعني الطريقه نتاعها بالتفصيل نورمالمون راهم حاطينها خواتاتي في قناتهم. بديت نحل في هذيك العجينه كي نقول لكم تعذبت معاها، ويا ويلي ويا ويلي، قلت لهم انا ما عادش نطيب البقلاوه نعود نشريها واجده. فيها واحد التعب ما نحكي لكمش، وكل شيء فيها سهل كلش ما عدا الحلان. توصلي تحلي الدرجه الاخيره لازم تكون رقيقه، تتعبي معاها، شتي شعر راسك يوقف الشي بينضلك في ثانيتها. الحمد لله خرجت سلامات، كملتهم كامل. والحشو كيما شفتوا كنت وجدته قاضي حاجه، بقى لي غير نشم خفرات. وليت خفت، عيطت لماما استنجدت بها، قلت لها شمخي وليديا. خلطنا الماء مع الماء زهر ولمعته، وكنت درت فيه لافاني على خاطر نسيت ما درتهاش المره اللي فاتت في العجينه.
وهنايا درت واحد الديكا نورمالمون الوجه اللي نديرو من تحت درتو من الفوق، واللي نديرو من الفوق درتو من تحت، وما فقتش بروحي حتى سي بون قطعتها ودرت الحواشي وخلصت. الحمد لله انه عرفت كيفاه نعدلها. شمختها بالسمن، نظفت الحاله تاع نتاع النشا اللي زرعت بها الدنيا، قشي البوطاجي الارض ما نحكيلكمش، الدار كانت مسيقه. هي زربت اسبيريت الحاله، غسلت البوطاجي وكلش، وبقى لي القصان عييت نقصها، ما عرفتش كيفاه نقصها. قلت لام ريسان شوفي هاكي المسطره والموس وريقلي لي الحاله، وكملت قطعتها. وهنايا باش ما تحركوليش الحبات ويتزعزعوا من بلايصهم، راح ندير لهم الكوردون هكا من نغرسهم من الفوق. الجوزه ما حبيتش نديرها لانه ما رنختهاش، وفوق هذا تتحرق لي، قلت خليهم بعدا كي نحب نقدمها ونعسلها ندير لها الجوزات. حطيتها طيب ورحت نوجد العشاء. صراحه ماما هي اللي خدمته وتبلت هذا اللحم، دارت له اكليل الجبل، الملح، الفلفل الكحل، الكزبر، ودارت له الزنجبيل. نورمالمون هذا واش دارت له القارص والزيت ولا موطارد، ولماتو كيما شفتوا هكاك في ورق الزبده وفي بابي الومنيوم، وحطيته يطيب يفور في داخل كوكوطه. ومن جهه انا كنت قليت البطاطا في المقلاة الهوائيه، وهذا هو عشان يجي واحد اللحم ما نحكيلكمش بزاف بزاف بنين، يجي طايب زبده ويذوب في الفم. شوفوا البنه تشوفوها غير من هنا من الفيديو، ديجا راني نوري لكم وريوقي راهم يسيحوا. وعلى سيرة الذوبان اروح نشارك معكم هذه الوصفه اللي كنت دائما نحكي لكم عليها وشاركتها معكم من قبل. معليش في الاعاده افاده، حبيت نشارك معكم هاد لاباط صابلي اللي تقدروا ديروا بها قداه من حاجه. هذه لاباط نتاع ماما تذوب في اليد قبل الفم، تتفتت في يدكم قبل فمكم، غير تقيسيها برك تتفتت. تجي فيها، انا هنا كيلت ب 500 غرام، حبيت ندير كونتيتي بزاف، درت 500 غرام زبده، وفي نفس الباطه هذيك كيلت كيله زيت، كيله نشا، وكيله غير ربع سكر رطب. زدت معاهم لافاني عفوا لافاني. زدت معاهم لافاني، وزدت معاها زوج بيضات كاملين وصفار بيضه. نضربهم، وكيله نشا نورمالمون ما باش اذا قلتها لكم ولا نسيت. نضربهم مليح 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 مع بعضاهم حتى تشوفوا هذاك القوام تاعكم ولا تكاثف ورجع لونه ابيض. من بعد تنحيوها وتكملوا العمليه اللي بقات بيديكم. ديروا الفارينه وديروا لافاني عفوا خميره الكاطو. انا استعملت كيس كامل تاع الحلويات لانه درت 500 غرام زبده. ولوحه الفارينه تقريبا، الفارينه دارت لي كيلو ولا كيلو حاجه نسيت. اكيد انا استعملت الفارينه تاع ماما. المهم ما تعجنوهاش باش ما تجيكمش يابسه، ماشي تروحي تعجنيها بعد تقولي علاه جاتني يابسه ومنا. لميها برك هكاك بالفارينه بيديك، وحليها على سمك ما يكونش رقيق. الصابلي عمره ولا يجي رقيق وعمره ولا يجي خشين بزاف، يكون سمك متوسط، ما راهو خشين ما راهو رقيق. انا هنا حبيت نليسيها كيما هكا باش يجيوني الحبات متحوفين وقد بعضهم. واكيد ديروا لاباط نتاعكم بين ساشي وساشي هكا تساعدكم في الخدمه، ولاباط تاعكم تجي مليسيه والحبات يجيوكم متحوفين. اساسا لاباط سابلي ضروري ولازم انك تحليها هكا بين زوج ساشيات. انا هنا استعملت هذا الطابع اللي كان عذبني، استعملته نهار الاول. الحبه تتكسر، اي ولا جاتني فكره انه نقصرها في الوسط ونستعمله بهذه الطريقه باش نسهلها على روحي، ويجيوني الحبات نتاعي معدولين، ما يتكسروا ما يتعبوني. انا كنت حابه نديرو شكل واحد الورده كيما هكا، من بعد تفكرت بلي راني دايره نوع تاع بيستاشيو شكله ورده، ولات ماما اقترحت عليا انه نديرو اوفال. وهذا هو شكله بعد ما طيبته. بقى لي غير نديرلو المعجون والسكر. وحنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم سلام.